السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة الحدوتة التانية معانا او التالتة. ازيك يا ريم؟ ازيك يا عمر؟ عاملة ايه يا قلبي؟ كله نام بقى النهاردة، مفيش معايا غير ريمة الجميلة هتسمع معايا الحدوتة ديت وهتقولي في الاخر هي استفادت منها ايه. كان يا مكان كان هناك امرأة صالحة تعيش مع زوجها الذي كان غنيا ولكنه كان بخيلا على الناس من حوله. وفي يوم من الأيام كانت الزوجة تأكل مع زوجها، وكانت على السفرة طعاما لذيذا ودجاجة مشوية. فجاء رجل فقير وخبط عليهم في الباب يريد طعام، فأخرج له زوجها وطرده وأخذ يسبه ويشتمه شتايم كتير جدا، وقفل الباب في وشه. وافتقر هذا الزوج وضاعت أمواله في التجارة، وزال ربنا النعمة من بين إيديه، حتى إنه طلق زوجته الصالحة. ثم تزوجت هذه المرأة الصالحة من رجل آخر، وكان رجلا صالحا غنيا كريما لا يبخل عن أحد أبدا. فجلس هذا الرجل الكريم مع زوجته على المائدة الطعام ليأكل معها، وكان على السفرة دجاجة مشوية أيضا زي ايه الراجل الاولاني. وفجأة جاء رجل فقير خبط الباب عليهم ليطلب طعاما. فقالت هذه الزوجة الكريمة، قالت لزوجها، قال لها ادفعي الباب واديله الدجاجة المشوية ديت. فخرجت عشان تديله الفرخة المشوية، وكانت المفاجأة انها لقت ايه؟ لقت كان الرجل الفقير الذي يقف على الباب هو زوجها الأول، وذلك الرجل البخيل. فأعطته الدجاجة ولم تتكلم معه، وعادت إلى زوجها الكريم وهي تبكي. فسألها عن سبب بكائها، فأخبرته أن السائل الذي كان يقف على الباب هو زوجها الأول، وذكرته بالقصة عن السائل اللي جوزها طرده قبل كده. فقال لها زوجها الكريم، ومما تتعجبين؟ بتتعجبي ليه؟ وأنا والله السائل الأول الذي طرده زوجك الأول وسبه وشتمه. فلقد عزمت بعدما شتمني على أن أعمل وأجتهد، وعهدت ربي أن يعطيني مالا وفيرا أن أعطي الفقراء واليتامى والأرامل والمساكين، ولا أرد سائلا أبدا. فأعطاني الله المال وتزوجتك ولم أبخل على أحد أبدا. أما هو فقد زالت النعمة من وجهه من بين إيديه، لأنه أساء استعمالها ولم يحمد ربنا أبدا عليها ولم يحسن على العباد. نستفيد إيه يا ريما النهاردة من القصة ديت؟ فهمتي حاجة؟ فهمتي إيه؟ اللي احنا نساعد الغلبانين. شاطرة يا ريما. ان احنا نساعد الفقراء والغلبانين، وان احنا من ابدا ما نكسفش حد يخبط على بابنا. وبصي بقى الدروس المستفادة من الدرس، عم محمود بيحكيها لنا ان المسلم رحيم بالناس من حوله، فاذا وجد انسانا محتاجا فانه يعطيه ولو شيء يسيرا، وهو يعلم ان الله سيعوضه كل الخير. فقد قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا لم يستطيع المسلم أن يعطي السائل أي شيء، فعليه أن يرده برحمة وأدب، ما يشتمهوش، فلا يرده ولا يسبه ولا يشتمه أبدا. إن الإحسان إلى الناس من أسباب حفظ النعمة ومن أسباب النجاة من المصائب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، صانع المعروف تقى مصارع السوء. إن الأيام دول، فقد يكون الإنسان غنيا ثم يفقد ماله كله ويصبح فقيرا، وقد يكون فقيرا فيوسع الله عليه فيصبح غنيا، فعليه أن يتقي الله في كل الأحوال. صح؟ يبقى احنا نعرف من القصة بتاعتنا ديت ان احنا لما نلاقي حد عايز لبس نديله لبس من عندنا، عايز فلوس وهو محتاج فلوس واحنا معانا نديله فلوس من عندنا، ولا ينقص مالا صدقة ابدا. صح؟ محتاج اكل وجعان نحس بيه ونديله من عندنا طبق اكل كده صغنن، مش هينقص ابدا من الاكل اللي عندنا. وكده يبقى كلنا يا اصحابي نحس ببعض، ومفيش حد يبقى محتاج ابدا،
وكمان نعلم أولادنا إن هم يعطوا، ونعلمهم إن ربنا دايما بيعوضك بالخير وبيعوضك أضعاف اللي انت بتطلعيه. وبكده دايما حتى أولادنا هيبقوا بيطلعوا معانا الصدقة وهم واثقين في رحمة ربنا وإن هي راجعة لهم أضعاف، فهيفرحوا جدا إن فلوسهم هتزيد، واللي هيطلع 50 هتجيله 10 أضعاف ويضاعفها لمن يشاء. فكده هيحبوا جدا الصدقة والتجارة مع ربنا، ودايما دايما هيبقوا بيسعوا ان هم يطلعوا من مصروفهم حاجة معاكي في الصدقة وانتي بتطلعيها، وشاركيهم معاكي ان هم يتصدقوا. وهيفرحوا جدا لما يلاقوا مال جاي من كل حتة، واي حد يشوفهم يحسن عليهم عشان هم بيحسنوا على اي حد ويكافئهم. فربنا يكرمنا في اولادنا يا رب. واستودعتكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي يا ريما، باي.